كده اهو رجعت تاني وهعمل ايه، هقوم قافله، عملت السلسلتين وهقفل 1 2 3 في التالتة بمنزلقة زي ما احنا بنقفل بطريقة. بصوا بقى علشان ايه، انا هقفل بمنزلقة اهو. بصوا بقى هنمشي التكنيك ازاي، شفتوا كبرت ازاي وبقت حلوة اهي. هو الخيط عشان طري فمش مديكوا الايحاء انه هي تكون متماسكة شوية. بصوا هنعمل احنا ايه بقى دلوقتي. احنا مشينا كده كام صفة همت، ادي 1 2 3 4. اول حاجة من تحت هعيد تاني اهو، عملنا 48 سلسلة مشيناهم، وجينا في اخر كل سلسلة عملنا 6 عمود، بين كل عمود والتاني سلسلة، ومشينا وحدات جراني بالتبادل مع بعضيها فوق وتحت. طلعنا على الصف اللي بعده، عملنا في كل عمود في كل عمود عمودين وبينهم سلسلتين، وبرده جراني. طلعنا في السطر الثالث عملنا 3 عمدان، عمود في راس عمود وبعد كده عمودين. طلعنا السطر اللي بعده عمود عمود عمودين، السطر اللي بعده عمود 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 عمودين. هنعمل ايه بقى في الباقي؟ بصي بقى انا هطلع بدولي حوالي 11 او 12 صف، وفي الغالب هيبقوا 11 صف. هتطلعي انت بقى اللي انا هقولك عليه بالترتيب كده. بصي بقى احنا هنمشي المشي بتاعنا العادي خالص، اللف اللي احنا بنلفه ده. هنيجي هنا هنعمل عمود، ده في السطر الجديد بقى هيبقى عمود، الثلاث سلاسل بتوعنا الاول، قيمة العمود عمود 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 عمودين، هتوسع سلسلتين عمود 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 عمودين، سلسلتين عمود 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 عمودين. يعني المهم في اخر، بصي في اخر العمود ده، في اخر كل عمود من كل سطر هتعملي فيه عمودين. يعني هنمشي كده عمود 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 عمود، وهنا عمودين، عمود 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 عمودين، وبينهم برضو نفس التكنيك اللي احنا والنظام، السلسلتين هيطلعوا معانا كده. هتلاقي دي ابتدت توسع كده وتكبر، فاهميني؟ هطلع انا بقى 11 صف وهرجع لكم بنفس التكنيك اللي قلت عليه. هعيد تالت، هيبقى هنا عمود 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 عمودين. ماشي الخيط كده عشان تبقى الدنيا واضحة، انا عشان كده عاملاها على خلفية اسود. عمود 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 عمودين، سلسلتين عمود 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 عمودين. التوسيع في الكبر هيكبر من اخر عمود معانا، هدنا توسع تكبر 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 تكبر. شوفي بقى المساحة اللي انت عاوزاها قد ايه، المقاس اللي انت عاوزاها توقفي عنده وترجعي بقى يكون انا خلصت انا كمان ال 11 صف بتوعي او ال 12 صف او المقاس اللي انا عاوزاه. انت مش مرتبطه بيا لو هتعمليها لمساحه عندك او هتعمليها كمفرش، فهتوقفي على الحجم اللي عنده. كل ما هنالك ان انا هقولك الخطوه اللي بعد كده او الخطوات اللي بعد كده هنعمل فيها ايه. استنوني ان شاء الله، هخلص القاعده ونرجع لكم نشوف ايه بقيه المشاية هيحصل فيها ايه او المفرش. رجعت تاني بعد ما خلصت عدد الاسطر اللي انا عاوزاه اللي هم 11 او 12 سطر. انت مش مرتبطه بيا بنفس عدد الاسطر، لان انت لو هتكبري المساحه اكبر من كده انت هتكبري اكتر، فانا هكتفي باللي انا عملتهم حوالي 11 سطر دول. تمام. هنعمل ايه الجديد؟ انا كده عملت الخلفيه بيضه، لان انا دلوقتي هدخل بقى بلون ملون علشان اوريكي ازاي هنقدر نعمل ونوسع الجزئيه دي. فدلوقتي معايا لون تاني، معايا اللون التاني. انا هنا خلصت الجزء ده طبعا وعملته، قفلت بمنزلقه وشطبت من هنا كده وقصيت الخيط. لا فكيت اهي، هعملها تاني معاكم برضو مفيش مشكله اهي. هاخد السلسلتين اللي احنا دايما بنعملهم واروح عند تالت واحده 1 2، وفي التالتة اقفل بمنزلقه سليم كده. هسحب خيطي كده واخرجه، وبعدين في الاخر هبقى انضف انا ايه الخيط مع نفسي. اعمل كمان واحده تأمين
تمام. هنعمل ايه بقى المرحلة الجاية علشان نكبر اكتر او نعمل اطار، وبعد كده هنعمل الاطار الاخير اللي عليه اللي هي الحروف الكروشيه. هنعمل ايه هنا بقى دلوقتي؟ هجيب لون مخالف او لون تاني، تغيير لون لو انت حابة. انا ابتديت الاول باللون الابيض علشان اعرفك، لان لو كنت اشتغلت الاول باللون الغامق ما كانتش الغرز هتبقى واضحة معاكي او باينة، فانا فضلت ان انا اغير في ترتيب الالوان. لكن انت لو حابة انت بقى مع نفسك تحبي انت تغيري الوانك براحتك، تدخلي لونين 3 زي ما تحبي. فدلوقتي هنعمل ايه؟ هنيجي، انا قفلت من هنا اهو بالمنزلقه، هاجي من عند الفتحه دي كده وهقوم مدخله اللون التاني كده مثلا اهو. ومفيش مشكله ان انا اربطه عشان ااكد لو انا هعملها مشايه او غير مشايه كمان او مفرش، مفيش مشكله. المهم ان انا بامن شغلي عشان مفيش حاجه تفك مني، وهي اوتوماتيك ايه هتدخل معايا في الشغل. هعمل ايه بقى؟ هعمل السلسله اللي هي الثلاث سلاسل قيمه العمود الاولاني، وهاخد معايا الخيط وانا ماشيه، هاخد لفتي واعمل ادي 3 سلاسل، قصدي سوري 3 عمدان. هعمل 3 عمدان اللي هي وحده الجراني من تحت. ده بقى علشان هنوسع الكيرف ده. هنعمل ايه بقى؟ هناخد سلسلتين، ادي 1، اما اقرب كده 2، هاخد لفتي، هسيب ده، هسيب اللي هو اللي انا قفلت فيه بالمنزلقه عمود، واروح للعمود اللي جنبه وادخل فيه واعمل عمود. تمام؟ يبقى انا كده ربطت، عملت 3 عمدان، سلسلتين، سبت من تحت عمود او القفله اللي انا قفلتها من تحت، لان اوتوماتيك وانا ماشيه لازم هسيب عمود وانا ماشيه، فدي بالنسبه لي بقى ما عادتش قفله، دي بالنسبه لي عمود عادي زي اللي تحتها. وهاخد لفه، وفي راس العمود اللي جنبيه هعمل عمودين كده. انا بعمل الكيرف اللي هو الجراني. فهمتوني؟ هاخد كمان سلسلتين، دي 1 2، وهقوم سايبه العمود ده وراحه للي جنبيه وعامله ادي 1، وفي اللي جنبيه اقوم عامله 2. اهي مقرب كمان اهو عشان تبقى الغرز واضحه. يبقى انا هنا عملت 3 جراني مع بعض، سبت عمود فوقهم سلسلتين، العمود اللي وراه عمود، العمود اللي جنبيه عمودين، سلسلتين، سبت عمود، عمود، عمودين، ادي سلسلتين، هسيب عمود، العمود اللي جنبيه اهو. احنا هنعمل في اللي هو في القوس ده كده، القوس ده والقوس التاني. ليه؟ مش هعرف اعملهم جراني كلهم مره واحده، لان لو عملتهم جراني مره واحده من غير ما اعمل الحركه دي اللي هي في الكيرف ده اللي انا بعملها دلوقتي باللون المخالف، الشغل هيلم. فاحنا كده بنديله وسع. فاهميني؟ فهناخد دي كده ونخش في اللي جنبيها، وهنعمل كده. انا شغاله دلوقتي بخيط سمكته غير الخيط التاني دي، علشان الخيط ده سمكته غير ده، فلو تلاحظوا انا شغاله بفتلتين اهو. فالمهم هسيب ده العمود ده واروح للي جنبيه كده واعمل غرزه، وهنا في الفتحه اللي بين السلسلتين اللي بين الوحدات دي هعمل فيها 2 عشان التالتة اللي هي سابقاهم زي دي كده. واخد السلسلتين بتوعي 1 2، واسيب عمود واروح لده اللي جنبيه
واعمل عمود، واللي جنبيه اعمل عمودين. اخد سلسلتين، اعمل ايه؟ مظبوط، هسيب العمود ده براس العمود اهي، واخد لفتي واروح للي جنبه واعمل عمود، واللي جنبه عمودين. هدني ماشية بالنظام ده ايه المجموعة دي، قوس، نص قوس ده لغاية هنا كده، بنفس الترتيب اللي انا ماشية بيه. هخلص لغاية هنا كده واجيلك اقولك بعد ما خلصت ولفيت حواليها بالجراني زي ما قلت لكم. ودلوقتي وصلت لاخر حاجة وعملت السلسلتين، وهقفل في التالتة بمنزلقة. تمام. هنعمل ايه تاني بقى يا امان؟ بصوا بقى، عندك دلوقتي حلين، لا اما هتمشي كذا دور اللون المخالف او اللون التاني اللي انت هتحطيه، او تدريجة الالوان اللي تحبيها، اللي تحبي تدخليها من اول هنا. انا ما كانش ينفع ادخل لون غامق من اول هنا علشان خاطر التصوير، فانت بقى مع نفسك انت براحتك بتتفنني وتبدعي في تناسق الالوان. فدلوقتي انا مثلا عملتها بالحجم ده، افرضي ان انا عايزاها مفرش سفرة، اكبر من هنا، ادني ماشيه من هنا. عايزه تكبري وتمشي من هنا تدريجي 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 زي ما قلت لك. بنيجي من عند اخر العمودين او اخر عمود، سوري، هو ده اللي احنا بنوسع فيه. لو لاحظتي هتلاقي في كل اخر عمود هو اللي فيه التوسيع، من اول فوق لتحت ومن تحت لفوق زي ما انتي طالعه كده. عايزه بعد كده هتمشي زي ما انا همشي، هتعملي مثلا توقفي لغايه كده وتعملي التوسيعة كلها جراني بتدريج ألوان مختلفة زي ما هي في صورة المفرش الرئيسي، وتوسعي براحتك. فدي انت عايزة تعملي سجادة كبيرة وبمقاسات. فأنا دلوقتي اديتك الفكرة وعرفتك انت هتمشي بالتكنيك ازاي. فدلوقتي بقى ايه الجديد اللي احنا هنعمله؟ انا دلوقتي لو انا عايزه امشي كمان سطرين 3 من اللون اللي هو الازرق اللي معايا، عادي امشي براحتي. عايزه اعمل لون اوف وايت، ازرق، اوف وايت، سي مثلا بيج، اعمل. انا حرة اكبر بقى زي ما انا عاوزة، زي ما انا الحجم اللي انا عاوزاه. فانا هوريكي برضو انا هعمل ايه دلوقتي. انا كده خلاص اهو اللون ده، انا مثلا ممكن اعمل سطرين من ده، بس انا ماليش مزاج اعمل سطرين من ده. اهو مقصاه كده، واقوم راجعه تاني سهل قوي للون الاوف وايت تاني من الاول. وقلنا احنا هنخلص ايه الخيوط دي ما تشغلناش، هنقوم عاملينها كده رابطينها بس كده مؤقتا، بحيث ان هي ايه ما تشغلناش احنا في الشغل. وممكن ناخدها كمان من ورا كده بحيث ايه ما يحصلش تداخل معانا لغاية ما نخلص بس ايه شغلنا، وهنشطب وهنفنش وهنخلي الشغل زي الفل كده مثلا اهي. تمام. انا بقى عايزه اخش تاني بالاوف وايت، ادخل معايا لون بيج، ادخل اي لون، اي تدريجات الوان انت حباها ادخلي بيها على طول. فاهميني؟ هقوم مثلا انا مثلا وقفت هنا، طيب انا ممكن اربط من اول هنا تاني المكان بقى اللي يعجبني، لان انا همشي جراني عادي بقى خلاص. فاهميني؟ اهي انا خلصت خالص وربطت اهو. همشي بقى المشي بتاعي العادي جدا، هطلع ال3 سلاسل قيمة العمود او السلسلتين. انا ساعات باخد السلسلتين قيمة عمود وساعات ال3، مش محكومة بحاجة معينة. وهمشي بقى ايه الجراني بتاعي الخيط علشان النسيج بتاعه مفتح عندي شوية عشان طري، فمش ادخل الابرة اهو كده.
وهاخد السلسلتين وهمشي بقى جراني عادي خالص. لوني بقى وابدعي بقى وطلعي الالوان اللي عندك وايه واعملي. وزي ما قلت لك، كل ما كان القطن اللي معاكي، كل ما كان القطن اللي معاكي متماسك كل ما كان احسن. انا القطن اللي معايا علشان انا دلوقتي بعمل لكم فيه يعني كمشروع كده، فانا بوريكي الفكره وانتي ايه ابدعي في الالوان اللي انتي عندك. اهي همشي كده بقى اهو، الجراني العادي بقى خلاص. تمام. همشي بقى ده كله 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 عليه الجراني العادي. ما عنتش انا كده بقى محكومه ان انا ايه، لا هنسيب عمود من تحت، لا عمودين، لا الكلام ده خلاص. سلسلتين كده، نسيج الخيط بيتفتح. سلسلتين اهو، واعمل همشي بقى جراني عادي كله بقى داير بقى، الداير كله بقى، الداير اللي عندي كله بقى همشي كده، همشي بقى كده كل ده بقى، همشي بقى عادي خالص 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 خالص، والف واجيب منزلقه واقفل هنا. اطلع لي بقى سطرين 3 4 زي ما انا عاوزه، العب في الالوان زي ما انا عاوزه. فانا هخلص هطلع بتاع دور او دورين، ده بالنسبه لي انا، لكن زي ما قلت لك انت حابه بقى براحتك. وارجع اقول لك هنعمل الحرف الاخير ازاي بالكروشيه، ونخلص السجاده ان شاء الله او المفرش، وان شاء الله تعجبكم وتوروني التطبيقات بتاعتكم، وانا معاكم على البيج في استفسار واي سؤال. بعد ما خلصت الادوار بتاعت الجراني، عملت 3 ادوار. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنربط الخيط زي ما انا ربطته كده، وهنمشي هنعمل بقى ايه الكيرف اللي هنطلع منه الحروف في الكروشيه اللي هو في الاخير اللي هي بتتزوق بيها المفرش او المشايه. دلوقتي انا خلصت، عملت ال3 اسطر اللي انا قلت لكم عليها، الجراني العادي خالص بنفس الخطوات بنفس التكنيك ولفيت عليهم. دلوقتي بقى هنربط الخيط علشان نعمل الحروف الاخرانيه خالص اللي هي ايه هيطلع منها بقى ايه الشكل النهائي. فانا كده ربطت الخيط، هطلع اعمل، همشي اعمل ادي سلسله 2 3 4 5، واعدي واروح هنا، ادي 1 2 3 1 2 3 4 5، واروح هنا اعمل حشو، اعدي وحدة جراني 5 5 5، همشي كده على طول. ادي 1 2 3 4 5، واعدي وحدة جراني اهي، واخد واعمل انزل اعمل حشو في الفراغ. واضحة كده؟ 5 ادي 1 2 3 4 5، وفي الفراغ واخد حشو كمان مرة. 1 2 3 4 5، وفي الفراغ اخد اعمل حشو كده، علشان هنعمل ايه بقى الحرف اللي هيطلع منه ايه الشكل النهائي. وزي ما قلت لكم قبل كده، عايزه تكبري بالمساحه او الحاجه اللي انت عاوزاها زي ما انت واقفه هنا كده، وكبري بقى براحتك. عايزه تكبري بالجراني تكبري تطلعي اسطر 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 بالعدد اللي انت عاوزاه. عاوزه انك تبداي من اول هنا التكبير
بنمشي بالتدريج زي ما عرفتكم، وفي اخر غرزة من هنا بنعمل 2 في العمودين، عمودين في واحد. تمام. همشي انا بقى اللي هو الداير ده اللي هو 5 على الاطار كله، وارجع اقول لكم خلصت الخمس سلاسل اللي هي بعدي من فوق الوحدة الجراني وانزل بحشو في الناحية التانية. فهنا هعمل 1 2 3 4 5، وهروح اقفل بمنزلقة في اول واحدة عملتها خالص. تمام. هنعمل ايه بقى الجديد؟ هطلع 3 سلاسل قيمة عمود، وهعمل في اول فتحة تقابلني انا كنت عاملاها من ال5 هعمل 9 عمدان كده. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. انا كده عملت كام عمود؟ 9. اروح اللي جنبها، هروح للسلاسل اللي جنبها اعمل حشو. اما اقرب كده شوية، وبعدين اطلع اعمل 5 كمان، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، واروح فين؟ اروح للسلاسل اللي وراها، اقوم برضو عاملة حشو. بقت كده، وضحت؟ يبقى انا كده قفلت بمنزلقة بعد ما لفيت، وبعد كده عملت اول حاجة 9 عمود، وبعد كده نزلت في السلسلة اللي جنبيه بحشو، وبعد كده طلعت عملت 5 سلاسل ونزلت في اللي جنبيه حشو. اروح اخد لفتي واروح، هناخد بقى لفة ونروح للسلسلة اللي بعد كده هنعمل ونكرر العمدان تاني. 9 عمدان، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وكل ما كان القطن متماسك كل ما كان احسن، هتبقى مشدود معاكي والغرز واضحة. هنزل في اللي بعديها اقوم عاملة حشو بالراحة خالص كده، اطلع منها اعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. عملت ال5 سلسلة، اروح للي بعديها انزل اخد حشو. يبقى بين كل واحدة والتانية من العمدان في 5 سلاسل. واضحة؟ نعمل تاني. اخد لفتي واروح اعمل في اللي بعديها 9 عمود بلفة، 2 ادي 3 4 5 6 7 8
ادي 9. خلاص اهي. اعمل ايه؟ اروح جري على اللي بعديها، اخد حشو اهو، واطلع اعمل 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. واعمل ايه؟ انزل في اللي جنبيها حشو، واطلع اعمل ايه؟ اخد لفتي واروح اعمل في اللي جنبيها ال9 عمود، واكرر لاخر السطر. يبقى كده تبقى، ما انا عايزه اوضح لكم، لو الخيط ده بقى كان ناشف شويه واقف معايا كده، كانت تبقى دي مفتحه كده اهي. هكمل انا بقى الاخر، هلف حواليه كله وارجع لكم بقى واقول لكم ايه. هنكمل بقيه الحرف. خلصت الحرف بتاعه، مش قادره اقول لكم بصراحه جمال وما شاء الله ولا قوه الا بالله، روعه حقيقي. يعني التصوير مش ظاهره ولا موضحه ولا الكادر بصراحه جايب اخره، ما شاء الله حلو قوي. ان شاء الله هتعملوه هتنبسطوا بيه باذن الله. هنكمل بقى، كمل. انا هنا خلصت الاخر ال5 وعملت الحشو، وبعد كده ايه، قمت داخله في تالت سلسله هنا وعامله المنزلقه. هنعمل المنزلقه، هنعمل ايه بقى تاني؟ هطلع، يبقى انا كده هطلع 3 سلاسل، ده السطر الجديد. 3 سلاسل، 1 2 3، وهاخد سلسله كمان واخد لفتي وانزل في العمود اللي جنبه، في راس العمود اهي. مقرب هاخد سلسله وراس العمود ده ادخل فيه واطلع واخد سلسله، والعمود اللي تحته كده، واعمل عمود واخد سلسله وانزل واطلع. مهم ان فوق كل راس عمود عمود، وبين العمود والتاني سلسله اهو. كده يبقى انا عندي تحت 9 عمدان، لازم يكون عندي فوق زي في السطر اللي انا فيه ده برضو 9 عمدان، بين كل عمود وعمود سلسلة. انا بحب اشرح اكتر من مرة واعيد علشان ما تقعش منكم اي تفصيلة اهي. يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وتحت 9 اعمل ايه بقى؟ هقوم واخده كده زي ما انا ماشيه، واقوم واخده ايه؟ حشو في الفين، في الجزء الفاضي، واخد لفتي واروح تاني على الناحيه التانيه واعمل 9 عمود بينهم سلسله، وهكذا اهو. 2، كنت هنسى السلسله، سلسله وفوق العمود اهو، عمود. تمام. اروح بقى فين؟ في الفراغ اللي بعديها واعمل حشو. همشي بقى كده على طول، كل شوية هتكبر ايه معايا، اللي هي ايه، الحرف بتاع او الشكل اللي هو اللي هيبقى الاقواس اللي هتبقى حوالين المفرش نفسه. تمام. اكمل انا بقى للاخر وارجع لكم نشوف الخطوه اللي بعد كده. خلصت الداير اللي هو ده كده، ما شاء الله جميل. يعني التصوير بجد ظلمه، مش قادره اقول لكم بسم الله ما شاء الله الطول والجمال بتاعه. نكمل بقى اخر بقى حاجه فيه خالص بقى، هنزوقه بقى، هنزوق الحروف دي كده باللون ده. وزي ما قلت لك العبي في الالوان براحتك زي ما انت عاوزه، وكبري زي ما انت عاوزه. وما شاء الله شكله جميل جدا جدا، ومساحته كبيره ما شاء الله. يعني ما اخلص خالص هقيس لكم طول وعرض واقول لكم اخد معايا قد ايه خيط. هنبتدي بقى نعمل الايه، الجزء الاخير فيه اللي هو التسويق بغرزه البيكو.
هنعمل له بيكو كده في بين العمود والسلسلة اللي هم دول كده، بحيث يديله شكله جميل وشكل جمالي ان شاء الله يعجبكم. بقى اجيب اللون التاني اللي انا ايه هعمل بيه. مثلا انا قفلت بمنزلقة هنا خلاص، هقوم داخلة من هنا كده واخدة اللون زي ما انتي حابة. عايزة تقعدي اقعدي، مفيش مشكلة، هي اوتوماتيك لما هتعمل سلسلة هتربط نفسها. البيكو هطلع ادي 1 2 3 وادخل من تحت واطلع اعمل البيكو. همشي بقى فين؟ شفتوا فاكرين السلسلة اللي بين العمودين دي اللي احنا هنعمل فيها غرزة البيكو، اللي هي هتزوق المفرش من الجنب اهي بين العمود وبعضه. 1 2 3 وادخل من هنا كده واسحب واطلع. تمام، اروح للي بين العمودين اهي بالقرب، اخد لفتي واعمل 1 2 3. ممكن على فكرة غرزة البيكو تتعمل ب2 بسلسلتين، وممكن ب3، بس انا قلت 3 بحيث ايه تبقى عالية كده وشكلها باين قوي اهي. كمان العمود اللي تحت السلسلة، العمود اللي جنبيه هدخل بين العمودين اسحب سلسلتي اهي واطلع ادي 1 2 3 وانزل من هنا كده، هنا ادخل واخد لفتي واطلع كده واخش على الجدع بعديها اهي واعمل 1 2 3 وانزل مكان الحشو اللي انا عملته، اخد الاتنين كده مع بعض واخد لفتي واطلع واسحب من السلسلتين وانزل تاني بين السلسلتين بين العمودين، اخد لفتي واطلع ادي 1 2 3 وادخل كده واسحب واطلع اهي بكل سهولة اهو. انزل اعمل حشوي اطلع 1 2 3 انزل عند الحشو اخد اللوب الاولاني والتاني اهو وهكذا اهي. ادتني ايه؟ ادتني الشكل الحلو الجميل ده كده كده. جينا للأخيرة، مش هعمل فيها بيكو كده، لا هعمل فيها حشو عادي خالص، واللي جنبها اللي هي الحشو اللي بين العمدان وبعضها هاخد حشو برضو عادي، واروح بقى لأول عمود في العمدان الجديدة اعمل فيه الحشو بتاعي واعمل البيكو. وهقولك ليه دلوقتي انا عملت كده اهي، وارجع اعمل بيكو تاني. ليه؟ عشان وانا اما امشي كده واقوم نازله شويه كده واقوم طالعه تاني اهي، واقوم رايحه بقى عامله كده تاني وراجعه للبيكو بتاعي 1 2 3 واقوم واخده من اول هنا كده واقوم راجعه واقوم نازله بين العمودين على السلسله اللي بينهم 1 2
3. تمام. واقوم داخله كده واطلع كده على طول بقى. اهم حاجه ان وانا شغاله يبقى دي ودي كده، ويبقى فيه حته كيرف بينهم كده. النازله دي اقوم نازلاها حشو، لان ديت اللي بتدي الطلعه دي كده اهي. 1 2 3 كده، واروح للي جنبيها 1 2 3. انا كده ماشيه غرز بيكو عادي خالص، اللي هي اخر حاجه خالص في المفرش اهي. لا هنا جينا للاخيره ما اعملهاش، هنزل فيها حشو بس. دي اللي انا عايزه اوضحها لكم. الحشو اللي احنا نازلينه بين دول وبعضهم هخش فيه حشو بس كمان، عشان يديني حته ايه اللي قلت لكم دي، الحته اللي هي الكيرف اللي بينهم ده. اروح بقى اعمل تاني بيكو عادي، واكمل تاني السطر بتاعي اهو. استنى عشان احاول ابين لكم على خلفيه بيضه كده اهي، هتبقى كده. خدتوا بالكم بيكو ويطلع كده كده. اكمل انا بقى لاخر سطري، لاخر بقى خالص خالص خالص، وارجع اوريكم بقى المفرش النهائي. المفرش خلص وهو ما شاء الله كبير، مالي الكدر. ودلوقتي انا وزنته عشان الخيط بتاعي خفيف، القطن اللي انا عامله فيه المشروع يعني عشان اوريكم فيه، فاخد مني حوالي 200 ل 210 جرام خيط قطن. طول المفرش عندي طلع الطول 72 والعرض 45. ان شاء الله يكون المفرش سهل وبسيط معاكم ان شاء الله، وتبدعوا في الالوان بتاعته، وتفرجوني ان شاء الله الابداعات بتاعتكم. ويا رب اكون كنت ضيفه خفيفه عليكم، وان شاء الله نتقابل تاني في مشروع جديد وفي حاجه جديده ان شاء الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.